مفيش دولارات لاستيراد القمح. تقرير صادم نشرته وكالة رويترز واتكلمت فيه عن تأخر مصر في سداد قيمة شحنات القمح، واللي تعتبر من أهم السلع الأساسية في مصر لإنتاج العيش المدعم على بطاقة التموين. فهل معلومات رويترز صحيحة؟ وإيه رد الحكومة عليها؟ وهل مصر هتواجه مشكلة في توفير القمح؟ خلال الساعات الأخيرة نشرت وكالة رويترز العالمية تقرير قالت فيه إن مصر اتأخرت أو أجلت سداد 8 عدد من شحنات القمح، وده بسبب نقص الدولار. وبنت رويترز تقريرها على كلام عدد من التجار قالوا إن المشكلة بدأت مع وصول شحنات قمح لمصر في ديسمبر 2022. طب إزاي؟ حسب النظام الطبيعي المفروض الحكومة بتدفع لصاحب الشحنة فلوسه خلال 180 يوم، يعني 6 شهور، وده بيتم عن طريق حاجة اسمها خطابات اعتماد، ومن خلالها البنوك في مصر بتبعت الفلوس لبنك المورد أو صاحب الشحنة، وده عادة بيكون خلال وقت الشحن، لكن ده ما حصلش المرة دي. والتجار قالوا إن البنوك بالنيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية ما فتحتش خطابات الاعتماد دي إلا بعد أسابيع أو شهور من وصول الشحنات، ولغاية دلوقتي عدد الشحنات اللي ما اتدفعش ثمنها بيتراوح ما بين 8 ل 11 شحنة، لكن في الوقت نفسه تم شحن وتفريغ معظم شحنات الدفع المؤجل. ولغاية دلوقتي احتياطيات مصر من القمح المستخدمة في إنتاج عيش التموين لسه ما اتأثرتش وما حصلش فيها نقص، لكن طبعا كلام زي ده قلب الدنيا، خصوصا إن القمح من أهم السلع الأساسية في مصر، وعلشان كده وزارة التموين طلعت ترد. الدكتور إبراهيم عشماوي نفى كل الكلام اللي نشرته رويترز، وأكد إن مصر ملتزمة بسداد مدفوعات صفقات استيراد الأقماح في ميعادها، وقال باللفظ اللي نشرته الوكالة العالمية تعميم مخل وغير منضبط. وحسب كلامه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية مفيش أي جدولة أو تأخر أو تعثر في سداد صفقات الأقماح، ومصرفيا أنت ممكن تمدد فترة خطابات الاعتماد علشان توفر فلوسها لأولويات تانية، بس في حالة الأقماح بيتم السداد بانتظام دون تأخير أو إرجاء. طب هو استيراد القمح بيتم إزاي؟ هيئة السلع التموينية بتعلن عن مناقصات لاستيراد القمح، والشركات بتقدم عروض بالأسعار، وفي النهاية بتختار الهيئة العرض المناسب، واللي بيدفع فلوس الشحنات عادة بيكون البنوك أو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والمهم إن كل الشحنات اللي اتفقت عليها مصر من ديسمبر اللي فات تم توريدها، وفي بعض الشحنات جاري توريدها. فهل معنى كده إن احتياطي مصر من القمح في أمان ولا في مشاكل؟ حسب عشماوي فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وحجم الاستهلاك السنوي 22 مليون طن، منهم 11 طن إنتاج محلي و12 مليون جايين استيراد من الخارج، يعني نسبة الاكتفاء الذاتي 48% ونسبة الاستيراد 52%. واللي يطمن هو تأكيده إن احتياطي مصر من القمح حاليا يكفي 6 شهور، وكمان إحنا في بداية موسم حصاد مبشر جدا للقمح، وبتستورد مصر احتياجاتها من القمح عن طريق الشراء من 25 مورد، وده على مستوى العالم، لكن الحصة الأكبر من نصيب روسيا وأوكرانيا.